عندك حد في التيم كل ما تقوله نقد أو حتى اقتراح يكرهك في عيشتك؟ تقوله مثلا ممكن نحاول ننجز الشغل شوية، يرد يعني أنا السبب في التأخير. أو تقوله طب إيه رأيك نجرب الطريقة دي، يعني أنا اللي كنت بعمله ده غلط يا سيدي، مش قصدي يعني، بس في حاجات محتاجة تتظبط. طب الشخص ده تتعامل معاه إزاي؟ لو مضطر تتعامل معاه ممكن تحاول تحسسه بالأمان، تقوله حاجة تخفف التوتر، يعني مثلا تقوله إن إحنا بنحاول نجرب حاجة جديدة عشان نطلع شغل أحسن من الشغل الكويس اللي طلعناه قبل كده. أو عشان ما تخليهوش يبقى ديفنسيف اطلب منه هو يقترح حاجة نحسن بيها الشغل، لأنه شخص عنده خبرة ومبدع جدا. خليه يشارك وحسسه ان الموضوع ده مش نقد شخصي، احنا كولكتيفلي كفريق عايزين نتحسن وحابين نسمع اقتراحاته. واهم حاجة لو لقيته مكمل في الدراما دي اوعى تخليه يسحبك انت والتيم معاه، لان الشخصية دي بتقتل الفريق. وخليك فاكر ان الشخص ده لو فضل دايما متحسس مسدسه وعايش دور نظرية المؤامرة عمره ما هيكمل في اي مكان. وانا جايلك من المستقبل وبقولك الشخص ده للأسف لازم تتخلص منه. قولولي بقى، قابلتوا حد كده ولا الأسوأ؟ هل انت كده؟